لو عايزين تعرفوا القرنبيط ده عملناه ازاي بالطريقه الجميله دي وبالشكل الجميل ده وبالقرمشه ديت، تعالوا معايا على المطبخ نشوف عملناه ازاي باسهل طريقه وبقلل مكونات. تعالوا معايا على المطبخ نشوف عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير، بس طبعا انتوا عارفين كان في ظروف والله ما كنتش بعرف اصور، ورجعنا لكم تاني اهوت بقى بوصفه جديده كده وطريقه جديده كده للقرنبيط. طبعا كلنا عارفين القرنبيط حبيب الملايين. طبعا القرنبيط ده انا معايا قرنبيطه طبعا بتجيب الحجم اللي انت عايزاه. وطبعا عارفين هو بيشرب زيت كتير وبيشرب بيض كتير. فاقول لكم بقى على طريقه سهله وبسيطه جدا هتعجبكم جدا. وهيكون المقادير معايا القرنبيطه كده زي ما احنا قلنا الحجم اللي انت تحبيه، وهيبقى معايا كده الدقيق، ومعايا فيجيتار. طبعا هتجيبي فيجيتار سايب او عايزه تجيبي الكيس طبعا اللي موجود عندك، وبابريكا ونشا وكزبره ناشفه، ومعايا اهوت كمون وملح، ومعايا هنا بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر. دي المقادير اللي معايا. ومعايا كده ايه على النار ميه بتغلي اهيت، هنحط لها بقى ايه نص معلقه كمون بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، والملح بتاعنا، وهنسيبها ايه كده. هنبتدي بقى طبعا الميه بتغلي هنقوم مقطعين بقى القرنبيطه بتاعتنا. بسم الله. ممكن لو ما انتش عايز تعمليها كلها بتحتفظي بيها بجزء في الرف بتاع التلاجة. على فكره القرنبيطه دي بقى لها اسبوعين او 3 عندي، بقى لها فتره كبيره عندي وما شاء الله زي ما هي، ما فيش فيها اي حاجه خالص. يعني اتفرجوا شوفوا الورق بتاعها زي ما هو، ما فيش في اي حاجه خالص بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما احنا شايفين كده. واحنا شايفين بقى عايزه اقول لكم على حاجه، وانتوا بتشتروا القرنبيطه شايفه هي مليانه ازاي ما شاء الله. في قرنبيط بيبقى مفرغ جامد، المفرغ ده طبعا ما بتسلقيه وكده بيتهرى معاكي اصلا بسرعه ومش بيبقى كويس. فانت تجيبيها كده ايه تبقى مليانه. شايفه حتى كل تقطيعه كل ورده فيهم مليانه ازاي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. هنبتدي بقى ماشي، وهو بنبتدي بقى كده ايه بناخد العنقود بتاعها ده بنقصره خالص بالشكل ده كده اهي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بتسيبي الورده بس. انا بعملها معاكم خطوه بخطوه. هي طريقتها سهله جدا، وطبعا احنا عارفين اسعار البيض بقى يعني ربنا يعين كل واحد على حاله. طبعا بيض بقى الكرتونه طبعا ب 120 جنيه وب 130. طبعا يعني الوضع بقى سيء جدا، الوضع بقى صعب جدا بصراحه. فاحنا قلنا الوصفه دي جميله جدا، انا جربتها وجميله جدا بصراحه. هتوفر معاكي البيض وهتوفر معاكي على فكره الزيت كمان، مش هتشرب زيت زي ما هو بيشرب مع البيض لما بنعمل البيض بالقرنبيط اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. انا بس باخد بقى اللي هي العنقود اللي انا طلعته ده بقى اللي برميه. وزي ما انت شايفه لو في ورده بقى صغيره زي دي كده مش برميها، بسيبها زي ما هي كده، باخدها معايا برضو او هاخده بقى كده بالشكل ده كده نغسله. انا طبعا محتفظه بيها في التلاجة، اللي هيحتفظ بيها في التلاجة يا جماعه برضو للمعرفه ان هو ما يكونش غسيلها. انا بجيبها وسبتها على رف التلاجة. في ناس هتقول لي انا بسلقها نص سليق وبعينها في الفريزر. لا، ما تسلقيش نص سليق وتعينها في الفريزر، هتتهرى منك والطعم هيبقى شارب ميه اصلا من التلج، هتبقى شاربه ميه وانت بتاكليها مش هتحسي بطعم قرنبيط. انا هاخدها بقى معايا كده دلوقتي على الحوض هنغسلها ونرجع لكم تاني اهو. انا كده غسلتها اهيت، انا حطيتها طبعا الميه بتغلي خالص اهي. طبعا انا مش هسيبها تغلي الغليان كامل، لان برضو هي يعني المفروض ان انا ايه حطها في الميه يعني بتغلي جامد. فهناخدها نص سوا كده وهتكمل سواها بقى ايه واحنا بنقليها مع بعض. هتبقى عامله تحسي انت كده بتاكلي كنتاكي، حاجه كريسبي كده جميله اهو. هنسيبها كده ايه بالظبط 10 دقايق او اقل من 10 دقايق كمان. هنسيبها بقى تكمل سليق كده زي ما احنا قلنا، وهنبتدي بقى نيجي مع بعض هنا كده ايه نعمل الخلطه بتاعتها بقى الجميله دي. بصوا طريقه سهله، وبصوا ما اقدرش اقول لكم على جمالها، وخفيفه جدا ومش زهمه ولا اي حاجه. مش بقى زهمه بيض زي ما احنا قلنا. هنبتدي بقى نعمل بالخلطه بتاعتنا. هننزل بقى بالدقيق كده اول حاجه بسم الله، والبابريكا بتاعتنا. امشي على الخطوات والمقادير تطلع معاكي تحفه، والبيكنج باودر والكزبره والنشا بتاعنا والكمون والملح بتاعي.
هيتفضل معانا ايه الفيجيتار. هنسيبه بقى كده شويه دلوقتي. هقول لكم هنعمل بايه. دي الخلطه بتاعتنا اهي. نقلب كل المحتويات مع بعضها كده اهو بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ننزل بالميه اهو. بصراحه انا جربت الوصفه دي، خطيره جميله جدا وخفيفه جدا، وزي ما احنا قلنا مفيش فيها لا بيض بقى، لا زهامه بيض ولا كلام من ده، وكلها حاجات من عندك من البيت. هي طبعا كده لسه سميكه معايا، هخففها كمان بميه زي ما احنا شايفين كده. ممكن هتعمليها بقى ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا رمضان. بنعملها بقى مع بتنجان وفلافله، وبنقلي البتنجان وبنقلي الفلافله بقى، والفول بطماطم بنظبطها بقى. بصوا بنظبط السحور بقى. ممكن برضو نعملها على الفطار، بتبقى جميله جدا. واهم حاجه في الوصفه ان هي مش مكلفه، حاجات من البيت من عندك. والزيت طبعا كنا الاول بنخاف نقلي القرنبيط ناخد الزيت كله، والبيض طبعا بيخلي القرنبيط يشرب زيت كتير. فاحنا كده بقى هنعمل من غير بيض ومن غير زيت. هناخد يعني زيت حاجات ما تذكرش، كميه زيت قليله جدا اللي هنستخدمها للقرنبيطه دي كلها زي ما احنا شايفين كده اهو. بيبقى السون كده كده معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ماشي كويس اهو تمام زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. اهو القرنبيط اهوت، ويا دوب بالظبط كده بالظبط على الساعه بتاعتي يبقى له 5 دقايق بالظبط. احنا قلنا ايه من 5 ل10 اهو. بكمل انا بقى كده ايه، بخفض بقى الوصفه بتاعتي اهي كده السمك كده. وده كده السمك بتاعها زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. يا رب يكون واضح بالشكل ده. الفيجيتار بقى بتاعنا انا حاساه كده قليل بصراحه، فجبت بقى زودت له ايه. مفيش حاجه هتوقفني بقى، انا خلاص قررت اعمل قرنبيطه يعني هعمل قرنبيطه. هقوم جايبه معلقه نشا كده زي ما احنا شايفين على الفيجيتار، ومعلقه دقيق بالشكل ده كده. وهنحط برضو ايه نص معلقه، نص معلقه بابريكا عشان اللون بتاعها. يعتبر نفس التوابل بالظبط اللي احنا حاطينها في الاول خالص في الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، هنحطها نفس التوابل بالظبط هنحطها في ايه مع الفيجيتار. والكمون بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، وبرضو ايه الكزبره. وهنقلبهم بقى مع بعض. انا تقريبا كده يعتبر خلاص ايه هطفي بقى على القرنبيط بتاعتي. هي خلاص كده بقت تمام، انا هطفي عليها بقى خلاص. وايه وهنبتدي بقى ان احنا نقليها مع بعض، بس لما ايه نجهز الوصفه التانيه بتاعتنا. خلطتنا التانيه بقى هي زي ما احنا شايفين كده بظهر المعلقه كده عشان ايه كله يدخل مع بعضه. كده القرنبيط بقى بتاعي بعد ما اتسلق، وجبت حله بقى معايا على النار كده اهيت فيها زيت كده لما يسخن اهو بالشكل ده كده. وهنيجي بقى نعمل ايه الوصفه بتاعتنا. هنبتدي بقى ننزل كده بالقرنبيط بسم الله بالشكل ده كده. يطلع كريسبي جميل جدا بصراحه. انا اللي عملت الوصفه دي وقالت لي عليها لما جربتها ما كنتش مصدقاها بصراحه، صدقتها فعلا لما جربتها اهو بالشكل ده كده اهو. بتصفي كده من الخليط بتاعك وبتروحي حاطه فين الفيجيتار بتاعنا والخلطه بقى اللي احنا عملناها الثانيه. احنا طبعا عملناها مع بعض اهو اهو بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده، شايفين الجمال. الزيت معايا اهو كده، نزلت كده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهو. بس يكون الزيت بتاعي ايه سخن خالص
ولا بيض بقى ولا زيت كتير. وانا كميه الزيت دي مش هستعملها كلها، هيتفضل منها، بس انا حطيت فيها لان انا كنت مستعملها قبل كده، عشان ما نقولش ايه. انا قلت في اول الفيديو ان احنا مش هناخد زيت كتير ومش هنستعمل بيض اصلا. كنت عامله برضو يعني قرنبيطه فيها قبل كده، فجينا كمان عملنا واحده بقى عشان نصورها مع بعض ونشوفها، بقت بالشكل ده. وبقى الجمال بقى اللون الذهبي الجميل، ولا لزقت ولا اي حاجه خالص، والطعم ما اقدرش اقول لكم قسما بالله خطيره جدا. اللي هيجربها مش هيندم ان هو عملها. هنبتدي بقى نطلعها معانا بالشكل ده كده في المصفى بتاعتنا. انا بطلعها في المصفى قبل ما نقدمها، علشان ايه؟ ان احنا نكون ايه يعني نزلنا لو فيها زيت زياده او حاجه بينزل. طبعا المصفى دي موجوده في كل بيت مصر طبعا، متوفره عندنا. اهو ده الشكل بقى النهائي بتاعنا، القرنبيط بتاعنا. شايفين الجمال؟ سمع القرمشه، سمع القرمشه جميل جدا بصراحه. الوصفه بتاعته سهله جدا وبسيطه، ويا رب تكون الفيديو عجبكم وكل ما نكونش طولنا عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، واللي يجرب الوصفه يا ريت يقول لنا او يكتب لنا في التعليقات يقول لنا ايه رايه فيها. واشوفكم على خير ان شاء الله.